عندكم عيون البوتاجاز بالمنظر دوت بتيجوا تطلعوها مش بتطلع معاكم. تعالى اقول لكم ده بيحصل من ايه واقول لكم الحل بتاعه ايه وازاي تطلعوها. اول حاجه صلوا على رسول الله في الكومنتات ونعمل لايك ونعمل شير ونعمل حفظ فيديو عشان الفيديو ده هيهمك جدا. طيب اول حاجه حضرتك بتغسل العين وتحطها وهي فيها ميه بتأدي اللي هي تقفش كده. طيب حضرتك مش بتغسل العين ومش بتطلعها من مكانها خالص، برضو نفس الموضوع، لازم نطلعها كل فتره، نغسلها وننشفها كويس جدا ونحطها مش تقفش خالص ولا يحصل لها اي حاجه من ديت. طب لو العين بتاعتك قفشه تعمل ايه عشان تطلعها؟ اول حاجه هنشيل الكوشه اللي فوق وهنولع بالطريقه ديت وهنسيبها شويه ولعه، وبعد كده هنحط الكوشه اللي فوق بس بالشقلوب على نص العين وهنخلي النار تمسك فيها كلها عشان تسخن كويس جدا لمده مثلا لا تقل عن ربع ساعه. سخنت كويس جدا هجيب مفكين، الاحسن ان انا بقفل النار واجيب مفكين، واحد من اليمين واحد من الشمال وواحده واحده معاك كده لغايه ما العين بتاعتي تطلع لفوق. بالطريقه ديت اسهل طريقه لفك العين القفشه هي الطريقه ديت. في ناس تانية بتستخدم البشبوري وفي ناس تانية بتقطعها بالصاروخ خالص وبتجيب عين جديده تركبها. بس لو انت ست بيت في البيت وعايز تعملي الطريقه ديت، هي الطريقه دي انسب طريقه ليكي وما تخافيش، الطريقه دي امنه ما فيهاش خطر خالص. النار اللي بتطلع لفوق ديت طبعا عمرها ما بتعمل رجع في المواسير وتولع من المحبس ولا الكلام ده خالص. العين دي الطريقه دي امنه. لو انتوا عايزين تسالوني في اي حاجه اسالوني في الكومنتات وانا هطلع ارد عليكم. السلام عليكم.